الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير وعود حميد بعد فترة انقطاع. الحقيقة يعني ليها اسباب كتير. النهاردة انا قررت العودة بشكل اساسي لموضوع فيه لبس، لانه موضوع الاكتئاب موضوع يبدو ان هو عام، ويبدو انه الناس يعني فهماه غلط، ولكن انا فضلت انه يناقشني ويقدمني النهارده اتنين من تلامذتي، ولان انا حريص على انه ما يكونش الرجل هو المسيطر في مجتمع ذكوري صارخ الذكورة، فاخترت ان تكون على يساري بنوتة وعلى يميني شاب، الاثنين من خيرة الجيل ده في طريقة تفكيرهم، ولان هم بيشتغلوا معايا بقالهم فترة وعرفوا بعض الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها. ففي عجالة حجازي هيقدم العبد لله، وحكاية العبد لله دي كانت ليها قصة. ان انا مرة احدى المعالجات بتقول ومين اللي هيعالج المريض ده؟ فقلت لها العبد لله. فقالت لي هو عبد الله بيشتغل معانا من امتى؟ فقلت لها يا خواجايه نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. ويقدم يعني مش يقدم الاكتئاب، يقدم رؤيته هو للاكتئاب في 5 دقائق. الاستاذ حجازي بدر الدين، معالج بنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد النهارده اول مره ابقى محاضر في الندوه مع جنب دكتور خليل فاضل. دكتور خليل فاضل انا اتعرفت عليه من سنه 2007، والحمد لله اخذت خبره كويسه جدا من الشغل معاه ومن الاحتكاك بالعياده وكل المتدربين والمتعالجين. يمكن النهارده دكتور فاضل عامل ندوه عن موضوع الاكتئاب. الاكتئاب يمكن زي ما بيقولوا عليه هو the common cold of the mental illness، اللي هو كأنه اضطراب البرد العام بالنسبة للأمراض النفسية، يعني منتشر جدا. تقديراته في مصر حوالي 16 مليون حالة. تقديراته ما عندناش دراسات دقيقة للأسف. في أمريكا حوالي 12%، يعني نقدر نقول انه حوالي 10 مليون مصري على حسب لو قارنا المجتمع المصري بالمجتمع الأمريكي. اضطراب الاكتئاب أحد الاضطرابات المزاجية اللي ليه تأثير قوي جدا. ليه أسباب مختلفة ومتعددة. في اضطراب بيكون اكتئاب نفسي المنشأ، داخلي المنشأ، يعني ليه أسباب بيولوجية وده بيبقى أصعب. وفي الاكتئاب اللي ليه أسباب نفسية أو بيطلق عليه الاكتئاب التفاعلي نتيجة أحداث الحياة وضغوط الحياة اللي بنمر بيها كلنا. الاكتئاب دوت يعني زي الاحداث السياسيه، زي الاحداث الاجتماعيه اللي كلنا بنتاثر بيها، الاحداث الاقتصاديه. يعني ممكن ان السياسه تسهم بشكل قوي، يعني غير الطماطم في الفتره الاخيره ديت ممكن طبعا انه يكون احد الاسباب المفجره والمفعله للاكتئاب. طبعا الاستعداد الوراثي ليه عامل. في تصنيفات مختلفة العلماء النفس الكلينيكي حاولوا يحطوها علشان يقدروا يميزوا ما بين أنواع الاكتئاب المختلفة. ففي مثلا ناس صنفوا على أساس إنه اكتئاب عصاري واكتئاب ذهاني، وحطوا إن العنصر الفارق ما بينهم إن الاكتئاب العصابي بيبقى فيه وعي بيه من المريض، الاكتئاب الذهاني ما بيكونش فيه وعي بيه إلى حد ما. كمان بيبقى الاكتئاب الذهاني مصاحب ليه ضلالات وهلاوس. الاكتئاب العصابي ما بيكونش فيه ضلالات وهلاوس. غالبا الاكتئاب العصابي برضو بيكون نفسي المنشأ نتيجة او اكتئاب تفاعلي زي ما قلنا نتيجة احداث حياتية معينة. البيولوجي بتبقى نتيجة اختلال في الكيمياء بتاع المخ. في عنصر برضو مهم دايما حاولوا يفرقوا ما بين القلق والاكتئاب، لان هم يعتبروا على متصل واحد. اي نعم ده من اضطرابات القلق اللي هو اضطراب القلق العام، واضطراب الاكتئاب من الاضطرابات المزاجيه، لكن دايما
العنصر الفارق ما بين الاثنين بيكون ان الوجدان دايما بتاع المريض اللي عنده قلق لسه وجدان ايجابي، بمعنى انه قادر يفكر بطريقه ايجابيه، شايف ان في امل، شايف ان ممكن الامور تتحسن معاه. انما مريض الاكتئاب للاسف بيكون عنده نظره تشاؤميه دايما، بيكون عنده اضطراب في المزاج بتاعه، في الوجدان، في النوم، عنده اضطراب في المشكلات الجنسيه بتاعته، ما بيكون نظرته تشاؤميه دايما، تفكيره سلبي. واحب اترك المجال دكتور فاضل عشان يستفيد في النقط دي كلها ان شاء الله. لا هو ده ادى المحاضره. انا اسمي هاجر ابو العيله، بشتغل مع الدكتور خليل فاضل. يعني انا ممكن ما كنتش هقدر اقول كلام. هاجر اتولدت هنا في المكان، تعرفنا عليها وعلى قدراتها. انا ممكن ما كنتش هقدر اقول حاجات علميه قوي او زي الاستاذ حجازي ما قدم لنا، بس يعني انا اقدر اقول ان الاكتئاب ده هو انت بتحس فقد كل حاجه، فقد معنى الحياه. طول الوقت حياتك شايفها غامقه، شايفها رمادي، مش شايف فيها الوان، مش حاسس بطعم الشغل، مش حاسس بطعم طفلك، مش حاسس بطعم مراتك، مش حاسس بطعم علاقتك بالاخر. بتبقى يعني حاله من الحزن مسيطره عليك، مخلياك الصبح مش قادر تقوم من على السرير تروح شغلك وتنزل وتمارس حياتك. فقدان للشهيه، مشكله في النوم. في ناس بيبقى الاكتئاب واخد معاها شكل النوم المبالغ فيه اللي هو فيه هروب، وفي ناس تانية بتبقى عندها مشكله مش عارفه تنام كويس بالليل. طبعا فقدان للطاقه بشكل رهيب. يعني مفيش اي احساس باي طعم. حتى دايما الدكتور خليل بيسال سؤال، هو انت وانت بتاكل حاسس بطعم الاكل؟ وانت لابس ونازل حاسس ان انت مبسوط وسعيد رايح تقابل حد مهم، رايح تقابل اصدقائك؟ دايما الدكتور خليل بيسال الاسئله شبه ديت اللي هي حياتك حاسس بطعم ليها، حاسس بتحس بضحكة ابنك، بتحس بجمال مراتك، او بتحسي بجمال بيتك، او بتحسي. فدايما بتبقى هي دي شكل الاسئله اللي الدكتور بيسالها لمريض الاكتئاب. واعتقد كمان ان الستات بتمر بمراحل كتير قوي فيها اكتئاب في حياتها. يعني في مرحله اللي هي سن اليأس، في مرحله الحمل بتمر بالاكتئاب، الدخول على حياه جديده او الخروج من حاجه والدخول لحاجه. يعني انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده واسيب الكلام لمعالجي. هو انا وقعت حجازي وهاجر في الفخ لانهم قالوا حاجات غلط. هو حجازي ما قراش الجملة كاملة الحقيقة، هو مكتوب على النت، وفي احد الاساتذة الكبار قال انه مصر فيها 16 مليون مكتئب. الحقيقة الكلام ده مش صحيح، ولا نقدر حتى نقيس. يعني انا عشت واشتغلت ودرست واتدرست في اوروبا، اساسا انجلترا وايرلندا. مفيش آلية تقدر ان هي تحسب نسبة الاكتئاب حسب الخصائص العالمية اللي هي ألف، واحد لازم يبقى فيه 1 أو 2 أو 3. 2 كذا اضطراب في المزاج متكرر 3 مرات ولا تقل مدته عن كذا. حتى دي بتعتمد على قول المريض. المريض ممكن يكذب، ممكن ما يقولش الحقيقة، ممكن يخدع، ممكن يجاوب غلط لانه مش فاهم السؤال. وفي بلد زي بلدنا نسبة الأمية فيها كبيرة، صعب جدا ان احنا نقيس نسبة الاكتئاب. لكن النقطة الثانية اللي قالتها او الخطأ اللي وقعت فيه هاجر هو ان هو سن اليأس. هو ما اسموش كده، هو اسمه سن الإياس. ودي معناها فترة انقطاع الطمث. يأس، مفيش يأس. الستات في اوروبا بشكل عام وبعض الستات في مصر الحقيقة لما بيتقدم بيهم السن بتبدأ الحياة. انا شخصيا عن نفسي ارى، او بالنسبة لي انا الحياة تبدأ بعد السن.